السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم البنات في قناتي لمسة إيمي. اليوم جبت لكم هذا الكيك تاع الشوكولا، روعة البنات، تقدروا تعتمدوه أيضا كمشروع للماكيتات في البيت، يعني مشروع للمقاهي. لهنا قصيت لكم حبة حتى تشوفوا القوام وتعرفوا انه يجيكم هشيش وبنين روعة. وبإذن الله إذا اعتمدتوا هذه الوصفة كمشروع للمقاهي إن شاء الله تنجحوا في هذا المشروع ويكون لكم باب الرزق ليكم إن شاء الله يا رب. والآن بلا ما نطول عليكم نصلوا كامل على نبينا محمد عليه أفضل صلاة وسلام، ونبدأ في المقادير وطريقة التحضير. إلى 2 بيض بدرجة حرارة المطبخ. لهنا نحط البيض في الإناء، نضيف عليهم قرصة الملح، ونبدأ بإضافة كاس إلى ربع زيت. بهذا الشكل نضيفه يعني مرة واحدة كاس إلى ربع زيت، ونزيد نضيفه كاس حليب. الحليب أيضا بدرجة حرارة المطبخ وربع الكاس، يعني في المجموع نسحق كاس حليب وربع كاس حليب. ونضيف عليهم نصف كاس كاكاو بني. حاولوا انكم تخيروا الكاكاو البني لانه يجي بنين احسن. بالنسبه للكاكاو الافضل انكم تغربلوه حتى تعطي لكم نتيجه ممتازه. قيس الكاس بنات هو 220 مليلتر، يعني الكاس اللي تعبروا به كامل المقادير هو 220 مليلتر. والآن بعد ما غربلت الكاكاو نضيف كيس من سكر الفانيليا أو الفانيليا بهذا الشكل، ونزيد نضيف 2 ملاعق كبيرة خل. هذا الخل بنات راح يساعدكم جيدا انه الكيك تاعكم يجيكم طالع ويجيكم خفيف وبنته تجي روعة. ونزيدو نضيفو كاس سكر. دائما قلت لكم انه قيس الكاس 220 مليلتر. بعد ما نضيفو كل هذه المكونات نبداو نخلطو بالباتر، نخلطو بشكل جيد البنات. لهنا الافضل انكم تستخدموا الباتر حتى يجيكم الكيكه نتاعكم خفيفه. لكن اذا ما كانش عندك الباتر وبديتي يعني في مشروعك جديده تقدري تستخدمي الفوي، ولكن لازمك تخلطي جيدا، تخلطي الى درجه انه تذوب السكر وكامل المكونات تمتزج بشكل ممتاز وتتحصلي على خليط واحد متجانس. هذا هو القوام اللي لازم تتحصلوا عليه. انا لهنا نوري لكم فيه حتى تفهموا لما توصلوا لهذه المرحله انكم وصلتوا للمرحله المطلوبه. خليط متجانس، السكر داب، كامل المكونات اندمجت مع بعض بشكل ممتاز. في هذه المرحله نتوقفوا من الخلط. فيما بعد نبدأ بإضافة 2 كؤوس فرينة مع 2 كيس خميرة كيميائية كاملين. الكأس يكون يعني ممتلئ ممسوح مثل ما وريت لكم الآن بهذا الشكل. ونزيد نضيفه 2 كيس خميرة كيميائية. وطبعا هذه المكونات الجافة لازمكم تغربلوها الفرينة مع الخميرة. بالنسبة لي الفرينة نضيفوا 2 كؤوس ممسوحين. اذا يعني ما تحصلتوش على القوام المطلوب اللي راح نوريه لكم فيما بعد ونشرحه لكم تقدروا تزيدوا، لكن ما تزيدوش بكميه كبيره. تاخذوا كاس اخر وتزيدوا بكميه قليله حتى تتحصلوا على القوام المطلوب اللي راح نشرحه لكم فيما بعد بهذا الشكل. بعد ما غربلت كامل الفرينه والخميرة نخلطهم بالباتر. لهنا البنات الافضل انكم تخلطوهم بشكل جيد حتى الفرينة تدخل جيدا مع الخليط السائل وتتخلصوا من كامل هذيك الجزيئات اللي تبقى فيها. والآن بعد ما خلطت حصلت على هذا الخليط، حسيتوا انه ناقص فرينة، لذلك زدت مثل ما قلت لكم عبيت كاس ممسوح ونضيف الفرينة بكمية قليلة ونخلط حتى نتحصل على القوام المطلوب. لهنا نوري لكم في كمية الفرينة اللي زدتها. نخلط الآن ونشوف إذا كانت هذه الكمية وصلتني للقوام المطلوب نتوقف. إذا كانت ما وصلتنيش للقوام المطلوب نزيد كمية أخرى. كالعادة مثل ما قلت لكم تخلطوا شكل جيد بالباتر. ان شاء الله تجربوها البنات هذه الكيكه لانه قوامها مثل ما شفتوه روعه وايضا سهله في خدمتها. يعني تحطي كل شيء دفعه واحده وتخلطي
وتفرغي من بعد في البلاطو، يعني بدون اي مجهود وبدون اي تعب، فقط كونوا عندكم الحماس وكونوا عندكم الإرادة حتى تبدأوا مشروع. لهنا بعد ما كملت الخلط، هذا هو القوام اللي لازم تتحصلوا عليه. هذا هو القوام البنات، ان شاء الله يكون واضح لكم جيدا. في هذه المرحلة نتوقفوا عن إضافة الفارينة. وهذا هو البلاء اللي طيبت فيه، قياساته هي 31 على 22 سنتيمتر. أنا دهنته بالزيت وغبرته بالفارينة، ونفرغوا فيه الخليط بهذه الطريقة، يعني طرفوا يديكم على قدر المستطاع وتفرغوها في هذا البلاء. فيما بعد تخبطوه يعني شوية فقط في البلان دو ترافاي، وتحطوه يطيب على درجة حرارة 160 إلى 170 درجة مئوية. لما تدخلوا الكردون يخرج ناشف، تفهموا لهنا انه طاب. وهذا هو بعد ما طاب لي. فقط لهنا لازمكم تسقيوه، يعني تعملوا له سيرو كاس سكر مع 2 كؤوس ماء، تحطوهم يخلوا قليلا فوق النار، تخلوهم يبردوا. والكيكة لازم تكون ايضا باردة وتسقيوا به الكيكة، يعني لازم يكون بارد في بارد. فيما بعد التزيين يبقى اختياري. انا لهنا فقط ذوبت الشوكولا وزينت بها سطح هذه الكيكة، ورشيت عليها القليل من الكاوكاو المهرمش. وكما قلت لكم التزيين يبقى اختياري، كل واحدة تزين على حسب مقدورها وعلى حسب اني متوفر عندها في البيت. فيما بعد قسمت هذه الكيكة الى مربعات صغيرة. اللي تحب تستخدمها كمشروع مصغر، الأفضل إنه تعمل المربعات أو المستطيلات اللي راح تقسم شوية. وهذا بعض الصور لها بعد ما قصيتها، جات روعة البنات، تحفة. إن شاء الله تجربوها لأني متأكدة ما رايحينش تندموا، جاية تدوب في الفم وبنينة روعة روعة. نتمنى إنكم تجربوها وتعتمدوا هذه الوصفة كمشروع مصغر. ونخليكم الآن مع قطعة يعني راح نقسمها لكم وتشوفوا قوامها وتتأكدوا من الهشاشة، وإن شاء الله لما تجربوها تزيدوا تتأكدوا من البنة. هذه هي البنات حلوتنا لليوم. شوفوا كيف ما جاية خفيفة مهوية روعة. راح نقسم لكم حتى تشوفوا قوامها. شوفوا البنات كيف ما جاية خفيفة، شوفوها.